مدينة الدار البيضاء اليوم واستقبال لهذا الحدث. دخول جميل وفيها مباراة عالمية وبونو الحاضر في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات وجماهير بأصوات تصدح في المدرجات. هذه جماهير الوداد يا صاحبي، وبهذه الصورة وبهذه التعابير هذا هو جمهور الوداد، هذا هو جمهور الوداد الذي يبدع صور رائعة لجمهور لطالما كان من الجماهير التي قدمت نفسها بصورة جميلة لكل حب محبي كرة القدم. نعم البداية، هذا هو المركب الرياضي محمد الخامس. نشوفوا هذه الكرة بين كيفية داخل منطقة الجزاء، محاولة للوداد، فرصة تسديد كترجع من جديد صوب موفي كينزل الكرة ديالو مريم فالفاد يحاول يسدد، ضائعة جات مرة أخرى لصالح فريق الوداد ومخالفة. تعامل مع هذه الطريقة في الخطأ الأمامي فريق إشبيلية. محاولة من رايحي يرفع داخل منطقة الجزاء، تغطية ديال الدفاع غير تماما الجهة اليمنى، محاولة ديال التمرير في العمق داخل منطقة الجزاء، لا تسديدة فوق المرمى، يلعب هذه الكرة تشيدرا يختار على الجهة اليمنى، تحضير بهذه الكيفية، محاولة لإشبيلية داخل منطقة الجزاء ومباشرة صوب الحارس مهدي بن عبيد. أيوب بوشتا وأمامه كنشوفوا التواجد ديال الريحي ممتاز. أيوب بوشتا كرة عملية هجومية الجهة اليسرى، أوبينغ الانسلال، محاولة الاختراق وخروج الحارس، خطأ واضح لأنه أوبينغ حاول أنه يمشي الكرة الجهة اليمنى كينطلق سيف ديمبورا، موفي وزمراوي الكرة داخل منطقة الجزاء، محاولة فرصة إشبيلية، الوقت اللي كان بإمكانه أنه يسدد فالموفي جاته فرصة مواتية. كرة بالجهة اليسرى لفريق الوداد، عملية هجومية اختراق داخل منطقة الجزاء، ولكن تغطية ديال الدفاع تحول دون استثمار هذه الكرة من جانب الزمراوي. هدوء في التمريرات بين اللاعبين ديال فريق الوداد الرياضي. الآن عملية هجومية من جديد تنفذ داخل منطقة الجزاء، أوبينغ يحصل الكرة، فرصة تسديدة، ضربة خطأ، كرة ثابتة لإشبيلية تنفذ داخل منطقة الجزاء، رأسية، إبعاد للخطر، رأسية ماضية ولكن مشات بعيد على مانويل بونو. من جديد اختراق، دخول داخل منطقة الجزاء، صعيبة هذه، محاولة صعيبة ومباشرة تغطية دفاعية دودي. كرة فرنسية تنفذ داخل منطقة الجزاء والنادي بن عبيد، تقدير جيد سليم يبعد الكرة. بداية مع عند الضغط مع الفئة السنبية، لكن سرعة على مغير وجهة لهذه الفرق الأخرى. هذه صعيبة، كرة ممتازة من الدفاع، ينقذ الموقف جمال حركاس، تسديدة القوية اللي جات من أقدم لاعب إسباني ألبرتو كولادو لوبيز. تنفذ داخل منطقة الجزاء، رأسية صعيبة، إبعاد للخطورة مطلوب الآن من الدفاع. ينزل الكرة بهدوء بالجانب النيجيري من تشيدرا، النيجيري يمر يخترق يدخل داخل منطقة الجزاء، تمريرة خطيرة ولكن في آخر المطاف الدفاع يبعد الخطر. الدخول الرسمي إلى رقعة الملعب لنوردين أمرابط الذي يحظى بتصفيقات بتشجيعات هذه الجماهير التي تراقبه وتواكبه وتدعمه قبل المحفل العالمي، وأيضا حضوره في المغرب هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس بقميص فريق الوداد الرياضي. أسطورة هكذا كتبت، هكذا عنونت في الوقت اللي نشوفوا هنا. كرة تعود مرة أخرى عند المهدي، محاولة ديال إخراج الكرة، خطأ على مستوى التغطية مهدي بن عبيد. والهدف الأول شفنا الطريقة اللي جات من خلال الكرة الماضية، سقوط ديال مهدي بن عبيد.
إعادة الكرة صوب نادي بن عبيد، تمكنش من تغطية كورتو. بعد ذلك كيتم التسجيل المسجل كيف كنتابعوا مشاهدينا اللاعب جيرا فرنانديز كاستيانو. نادي بن عبيد ما تمكنش من الوصول للكرة، شنو الطريقة اللي جات من خلالها هذه العملية هذه الكرة. الوقت اللي كنشوفوا الاحتفالية ديال اللاعب البديل اللي دخل منذ لحظات جيرا فرنانديز كاستيانو. صرامة تكتيكية بالجدار ولعب كرة تنفذ بهذه الكيفية تصطدم بالجدار وتعود زمراوي. تمرير ديال يصنع المبارك شاف نفسه في الوضعية ديال التسلل، الشيء اللي خلى انه ترك الكرة وكاين خطأ. كرة ثابتة لصالح فريق الوداد تنفذ. رايحي كرفع كرة والحارس الفارو فرنانديز. ما اروع الجمهور، ما اروع الجمهور في هذه الامسيه في هذه الليله وفي هذه الاحتفاليه. وديه الوداد اشبيليه. الرايحي يتقدم يسدد وتصطدم بالجدار. كاين لمسه يد في الوقت اللي كنشوفوا هنا الكره. لاحظوا اليدين ديال اللاعب ديال اشبيليه انريكي يسعد للدخول. كره من جديد لصالح فريق الوداد. رايه مرفوعه من الحكم المساعد والرايحي. ايمن ديراني اختارها الجهه اليمنى، اعتماد على الانسلالات من الاطراف. حل من الحلول بامكانه انه يجي كريستوفر لورش عن طريق سديدات. كره من مادي مبارك، عمليه هجوميه بهذه الكيفيه. الاختراق، الدخول داخل منطقه الجزاء. فرصه الهدف. كره كان بامكانها ان تكون من سليماني موليمو. 19 سنه فقط، دولي تنزاني في مناسبتين اثنتين. جال او اماميه الجهه اليمنى، محاوله ديال الانسلال تزال. امرابط ما خرجاتش، كيتمكن بالكره ديالو امرابط. اختراق، تمريره عرضيه، فرصه راسيه، البحث عن تسديد. كتمشي عند اللاعب مادي مبارك عند كريستوفر كيدخل بالكره ديالو داخل منطقه الجزاء. معطيات ايضا تحضر من خلال هذه الركنيه. كره ممتازه داخل منطقه الجزاء، راسيه ومباشره الى خارج رقعه الملعب. شوفوا هنا كره داخل منطقه الجزاء. تقف كيف يشد. يعني نشوفوا الاعاده، عمليه الانسداد. شوفوا هنا ضربة خطأ. كرة تنفذ صوب الحارس، تسديدة قوية صوب الحارس مباشرة من الدفاع من اشبيليا. كرة عند بوشا، تمريرة عرضية، فرصة رأسية ولكن أيضا ناقلة سليمان مبارك. أيوب بوشا، آخر دقيقتين على نهاية هذه المقابلة. كرة من جديد من أيوب بوشا، يرفع داخل منطقة الجزاء الرأسية ولكن تعود أخذ ورد. اختار التمريرة، إشراك لاعب بيدرو. كرة داخل منطقة الجزاء، حاول مرور بهذه الكيفية بهذه البراعة ولكن يظهر على أنها لم تكن كافية من موليبو. تسديدة لورش في الأنفاس الأخيرة. تأتي الفرصة الأخيرة على نهاية هذه المباراة. أيوب بوشا يرفع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء للقائم التالي. تحضير موليمو، سدد، كرة ممتازة مرت بجانب القائم الأيمن للحارس الفارو، للحارس فرنانديز. العملية الهجومية وهذه بالتحديد لاحظوا كيف مرت بجانب القائم الأيمن للحارس الفارو فرنانديز. وفي هذه اللحظات يعلن الحكم كريم صبري على نهاية هذه المقابلة الودية الإعدادية أمام تصفيقات الجماهير.